السلام عليكم ورحمة الله. في خبر لم يتوقعه أحد حتى تم الإعلان عنه. الأهلي يوجه الشكر للسيد عبد الحفيظ بعد انتهاء الموسم ويعين خالد بيبو بدلا منه. الأهلي يقرر تعيين وليد سليمان رئيسا لقطاع الناشئين بعد تعيين خالد بيبو مديرا للكرة. الكابتن محمود الخطيب يؤكد لسيد عبد الحفيظ تقديره الكبير للدور الذي قدمه مع الفريق طوال المواسم الماضية ومساهمته في تحقيق العديد من البطولات، ويعرض عليه الانضمام للجنة التخطيط وشركة الكرة. الكاف يعلن عن بداية بطولة دوري السوبر الأفريقي يوم 20 أكتوبر والنهائي يوم 11 نوفمبر. الأهلي يمهل جوستافو سوزا ووكيل أعماله 24 ساعة أخيرة لإقلاع النادي الكوري الجنوبي بقبول عرض الأهلي قبل إغلاق النادي الملف نهائيا والتحرك نحو بدائل أخرى. الزمالك يدرس بيع أحمد سيد زيزو في الانتقالات الصيفية الحالية لحل أزمة النادي المالية وأزمة القيد. الأهلي يعلن إصابة خالد عبد الفتاح بكسر في الترقوة التي تعرض لها في مواجهة المصري، وسيخضع اللاعب لعملية جراحية اليوم ويبدأ بعدها برنامجه التأهيلي الذي من المتوقع غيابه لمدة شهرين. المصري البورسعيدي يعلن تعاقده مع ميدو جابر قادما من سيراميكا كليوباترا لمدة موسمين. صلاح محسن يتلقى أكثر من عرض من أندية الدوري المصري لتحديد مصيره من قبل مسؤولي الأهلي. إيقاف محمد عبد المنعم في الكاس ينتهي ويصبح اللاعب متحاليا أمام الجهاز الفني في مواجهة إنبي في نصف نهائي الكاس والتي تقام قبل بداية الموسم الجديد. الأشعة تؤكد غياب يوسف أوباما عن الزمالك 3 أسابيع أو أكثر بسبب الإصابة. أحمد حسام ميدو عبر تويتر: أناشد مجلس إدارة الزمالك بالاستقالة وإتاحة الفرصة لمجلس جديد بالعمل فورا على إنقاذ ما يمكن إنقاذه. إذا كنتم فعلا بتحبوا الزمالك لازم تمشوا النهاردة قبل بكرة، التاريخ لن يرحمكم. أحمد أبو عبلة طبيب الفريق يجهز تقرير شامل عن كل الإصابات في الفريق وحالة كل لاعب لتسليمه للجهاز الطبي الجديد الذي سيتسلم المهمة بدلا منه. فيوتشر يفاوض أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي السابق لتولي رئاسة الجهاز الطبي في صفوف الفريق. مصدر مسؤول بالأهلي يؤكد أن كولر ليس له أي علاقة في رحيل سيد عبد الحفيظ وأنه عرض عليه الأمر فقط من إدارة النادي وأنه لم يمانع. أوسيريو يتوجه لبلاده بعد منح الفريق راحة لمدة 20 يوم قبل بدء الإعداد للموسم الجديد، والزمالك يرسل لوادي دجلة حق رعاية إبراهيم أنداي خلال الساعات القادمة. اجتماع بين خالد بيبو وكافة الإداريين بالنادي الأهلي للكشف عن الملفات الخاصة بالفريق في الوقت الحالي والحديث عن المرحلة القادمة والتحديات التي تواجه الفريق عقب العودة من الراحة التي منحها مارسيل كولر للاعبين. أنباء قوية عن تقليص مهام منصب مدير الكرة بالأهلي بعد تولي خالد بيبو المهمة ورحيل سيد عبد الحفيظ ومنع مدير الكرة في التدخل في مفاوضات تجديد عقود اللاعبين وحضور الجلسات والمحاضرات الفنية التي تكون بين اللاعبين والجهاز الفني. مصادر بالأهلي تؤكد أن التغيرات التي حدثت في النادي مؤخرا قد لا تتوقف عند الجهاز الطبي والإداري فقط، وإنه قد تحدث تغيرات على مستوى الجهاز المعاون لكولر أيضا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.